أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المصراوية. دايما بنيجي بنتكلم عن القلعة الخضراء، وأكيد مفيش كلام في الشارع دلوقتي، أكيد الناس كلها بتتكلم عن المباريات الإفريقية طبعا، والتعادل السلبي على أرضنا مع فيتا كلوب يمكن خلت الناس شوية يعني خايفة من المواجهة هناك، ولكن بإذن الله نتعدى هذه المرحلة، وبإذن الله يعني شفنا أو الفريق شاف أصعب من كده وتجاوز هذه المراحل، وفي الآخر لازم نقول إن الفريق عمل اللي عليه بكل المراحل، ويعني بشكل قياسي جدا. يمكن مجلس اداره وجمهور ويمكن حتى جهاز فني ما كانش متخيل ان احنا نوصل للمرحله دي، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا بمجهود شاق من اللعيبه ومن الجهاز الفني. طبعا باقل الامكانيات قدرنا ان احنا نوصل لهذه المرحله الصعبه، وباذن الله نتجاوز الكام ماتش اللي جايين دول. اكيد برضو تاجيل مباراه المصري وجزيره مطروح حاجه غريبه شويه، يمكن بعد ما الناس خلاص، يمكن الناس كانت معترضه شويه على اول ما نزل اسعار التذاكر 50 جنيه، كانوا شايفين ان هي غاليه، ولكن الماتش اتاجل خالص بعد يعني ما الموافقات الامنيه ما جاتش، والناس بقى يعني بتحسبها حسابات كتيره جدا. هل الموافقات او الموافقه الامنيه ما جاتش على المباراه في الكاس دي بس، ولا الموضوع متعلق بان هم رجعوا في كلامهم الموافقات الامنيه على كل المباريات المحليه ان كان دوري ولا كاس؟ ويمكن طبعا الموضوع مثار جدل كبير، ويمكن في انباء عن استقاله عامر حسين، يعني طبعا عن هذه كل المهاترات اللي بتحصل دي ازاي بعد. وبصراحه اللي صعبان عليا في الموضوع ده هو الفريق المطروحي، جزيره مطروح، اللي بعد ما جه بورسعيد، وانتم عارفين قد ايه الانديه الصغيره دي بتبقى امكانياتها ضعيفه، هو اللي ضر بشكل كبير جدا في الموضوع. واتمنى لو تم تاجيل المباراه يعوض اتحاد الكره، يعوضوا اي جهه تعوضه بشكل كبير، وان المباراه تؤجل اصلا، مش ما تنفعش 16 اكتوبر طبعا، لان النادي المصري ما ينفعش ان هو يلعب في الوقت دوت. احنا بنبعد الضغط عنه، مش بنزود عليه الضغط قبل المباراه الافريقيه اللي محتاجينها، اللي المفترض كلنا كمصريين نؤازر النادي المصري اللي بيمثل مصر في هذه المرحله. هنتكلم عن القلعه الخضراء، ولكن هنتكلم يعني طبعا هنتكلم مع خبره كبيره جدا، هنتكلم عن المواجهات القادمه للنادي المصري اكيد بعين خبره، ولكن خلينا نتكلم ايضا عن قطاع الناشئين. قلنا الخبر الاسبوع اللي فات ان دكتور ميمي عبد الرازق تولى قطاع الناشئين، طبعا خبره كبيره جدا في هذا المجال اكاديميا وطبعا فنيا، متواجد مع سموحه بقاله اكتر من 9 سنين. ناس كتيره يعني بتبقى اكاديميا ناجحه جدا، ولكن بتفشل في المعترك بقى او في الملعب، ولكن دكتور ميمي اثبت انه يقدر يتعامل اكاديميا وفنيا في الملاعب ايضا، ان كان قطاع ناشئين او الفريق الاول مع سموحه. في اوقات كتيره طبعا لم يهزم مع سموحه، ولكن قطاع الناشئين في النادي المصري بقاله فتره كبيره جدا في مشاكل، ما بنشوفش ناتج ليه، ودي الازمه الكبيره. دايما كنا بنقول ان قطاع الناشئين مش مجرد هو ممارسه رياضه للاطفال ولا هوايه، هو في الاساس بالنسبه للنادي المصري هو يعني الظهير، هو المفترض ان هو يدعمه ويطلع له عناصر من اللعيبه اللي ممكن تبقى في الفريق الاول، واعتقد دي حتى عمليه مربحه، ممكن تبقى مورد مالي. عشان كده احنا معانا الخبره الكبيره والقيمه والرمز الكروي والتدريب اللي يعني طبعا ادى بشكل كبير جدا في النادي المصري، في نادي المريخ وفي بورسعيد، مع شقته طبعا كدكتور في الجامعه، وايضا كمدير فني للنادي المصري وكمدرب في النادي المصري، ورجع لبيته مره ثانيه. ما كناش مصدقين، ناس كتير مش مصدقه. برحب برمز بورسعيد دكتور ميمي عبد الرازق، اهلا بحضرتك. الله يخليك، ازيك يا استاذ عادل، وانا متشكر يعني على المقدمه الجميله دي، بشكرك يعني بصراحه، وانا سعيد ان انا معاك النهارده. يعني دكتور ميمي تاخد حقك. انا لسه كنت بقول لحضرتك في ناس كتير ما كانتش مصدقه ان دكتور ميمي هيجي قطاع الناشئين، وخصوصا مع النجاح الكبير اللي محققه في سموحه. يمكن طبعا بيتك الاصلي بورسعيد وبلدك، ولكن بعد نجاح وبعد ما خلاص كل الموارد متوفره عندك، ولكن مفاجأة من العيار التقيل ان دكتور ميمي يجي يمسك قطاع الناشئين. اعتقد هي مهمة في المقام الاول، هي تطوير القطاع ومفيدة لبورسعيد بشكل عام. الله يخليك يا استاذ عادل، طبعا انا بشكرك طبعا على المقدمة دي. انا بشكر طبعا نمرة واحد الحاج سمير حلبية عضو مجلس الادارة، والاستاذ محمد الخولي، والاستاذ احمد الشاملة، والاستاذ شريف مزروع، والاستاذ طارق هاشم، والاستاذ حسن عمار، والاستاذ احمد عوض المجموعة، والحاج علي الطرابيلي. هم بقالهم 3 سنين في محاولات. الحاج سمير من اول ما جم وكان حصل اتصال ايام موضوع الملعب، لما اجى المهندس فرج عامر بورسعيد طلبوا مني شخصيا يسيبه بقى ويرجع بلده، قال لهم انا ما اقدرش استغنى عنه. وفعلا ده الموضوع، الظروف اللي خلتني اضطريت امشي
اللي انا قعدت مده كبيره واديت لسموحه كل حاجه. فطبعا لما حصل كلام قابلت الحاج سمير، وحتى كانوا متخوفين اللي انا ما اجيش زي كل مره، انما كان احد الاشخاص برضو كل مره تقعد كل مع ما الحاج فرج عامر وبتضعف وبيقنعني. لان بصراحه الراجل ده برضو انا اشتغلت معاه بكل اخلاص، وهو بصراحه كان معايا مخلص الى ابعد الحدود، وده كلمه حق ربنا، لان لو ماليش خير فيه مش هيبقى ليا خير في غيره. تمام. بصراحه فالراجل اشتغلت معاه بما يرضي الله، وفي الفريق الاول عملت كتير قوي، يعني اللي محدش يعرفه انا السبب في بقاء سموحه في الدوري الممتاز سنه 2010. كان الباشمهندس اتصل بيا يقول لي والله عشان خاطري، ودي بقى الناس لازم تعرف قيمه الفرق الجماهيريه. طيب حضرتك معانا، ولكن لازم نشكر طبعا رئيس مجلس اداره النادي المصري على ان هو جاب لنا دكتور ميمي عبد الرازق طبعا لتطوير قطاع الناشئين اللي بالنادي بيه بقى لنا فتره طويله. استاذ سمير حلبيه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يعني في البدايه زي ما بقول لحضرتك احنا بنشكرك شكر كبير جدا على ان دكتور ميمي عبد الرازق اولا جبته لنا يبقى معانا في بورسعيد وسط اخواته ووسط اهله، ده اولا. ثانيا بعد النجاحات اللي احنا شفناها بشكل كبير جدا، اعتقد ان اقناعه كان مهمه صعبه يا استاذ سمير. اقناع كابتن ميمي ان هو يجي مره ثانيه، يعني هو بيقول بقالكم 3 سنين بتقولوا ان هو يجي قطاع ناشئين. هو الحقيقه انا كلمته من اول ما جينا النادي من حوالي 3 سنين وشويه كده، كان مرتبط، كلمت فرج عامر انا ما اقدرش استغنى عنه كده، فما كانش ينفع لغايه ما جت الفتره المناسبه اللي هو يقدر يبقى بقى عنده البدايل، واحنا ضغطنا على كابتن ميمي كتير أو لان ده نادي طبعا، هو مش ده ابن النادي المصري طبعا. كان هو الخيار الاول امام مجلس الاداره، ان هو القادر على النهوض بقطاع الناشئين. لا من زمان الكلام ده، من 3 سنين واحنا بنفكر فيه. بس انا عاوز اقول كلمه للحاج سمير. انا قابلت الحاج سمير طبعا، هو معرفه قديمه، بس انا قابلته 3 مرات. اخر مره قابلته في مكتبه في مصر، فعلا الراجل ده شخصيه، هيقول لك بقى بجامل منافق، انا مفروض عندي الكلام ده. الراجل ده شخصيه لما قعدت معاه ساعتين، شخصيه غير عاديه، بيحب النادي المصري ومضحي بحاجات كتير، صدقني من خلال ساعتين. انا مش عاوز منه حاجه، خلي بالك، بس دي كلمه حق ربنا. وبيحب النادي قوي وفاهم كل حاجه قوي وعارف بيعمل ايه، وحتى المصاريف. وقال لي على كلام، والنادي المصري في عهده في الظروف اللي فاتت دي ان يتحمل كل الكلام ده، والنادي المصري يوصل ويجيب جهاز فني على مستوى عالي للفريق الاول بقياده حسام حسن، وهو لازم محدش حد بيشتغل لوحده، ده مثلث جهاز فني واداره وجمهور. طيب استاذ سمير، بعد الكلام الجميل طبعا اللي بيقوله الدكتور ميمي، ده حقه. صلاحيات دكتور ميمي بقى، وهنقول ان احنا بنعمل ثوره في قطاع الناشئين، يعني كلمنا كده عن الصلاحيات اللي اتفقتوا عليها وازاي تقدر تنهض بالقطاع مع دكتور ميمي. راجل مدير مسؤول عنده كل صلاحياته، كل صلاحيات المدير المسؤول اللي اتخذ من قرارات ويحقق نتائج احنا طالبينها. يعني سمعنا كلام عن ان دكتور ميمي هيقيم المدربين مره ثانيه وهيشوف مفيش مجاملات، مفيش محسوبيه، كل الصلاحيات، مفيش مجاملات لاي حد. كل الصلاحيات عنده لاتخاذ قراراته الصح، القرارات اللي هو مسؤول عنها قدام مجلس الاداره. هيبقى في مشرفين او مشرف عليه من قبل اعضاء مجلس الاداره؟ اكيد احنا عندنا في مشرف بتاع، لكن انا علاقتي بكابتن ميمي واتصاله بيهم مباشره، وفي اشراف من احد اعضاء المجلس الاستاذ احمد شاوي. ده دور الاشراف بيبقى لتذليل العقبات. ده اي عقبه قدامه هو بيذللها له بس، لكن ممنوع اي حد يتدخل في شغله ولا في اختصاصاته. تمام. الفكر دكتور ميمي ان وزي ما قلت في بدايه الحلقه ان احنا نستفيد من قطاع الناشئين، وان هو يبقى المصدر الاول للفريق الاول ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. يعني انا عايز برضو استغل الفرصه طبعا بخصوص تاجيل مباراه المصري وجزيره مطروح غدا، يعني ردود الفعل، ويمكن كان حضرتك ليك رد فعل وليك تصريحات بخصوص هذا الامر. هو احنا الاتحاد الكوره كان اتفقنا معاه ان احنا هنلعب كل ماتشات النادي المصري على ملعب النادي المصري. تمام. والمطوشه بتاعه الفريق المنافس هيبقى يا اما ملعبين حددهم في القاهره.
فكل الانديه ما عدا الاهلي والزمالك دول بيتحدد لهم ملعبهم زي ما هم عايزين. كل الملاعب بره، كل اللعبه بره بدون الجمهور، واللعب في النادي المصري بالجمهور النادي المصري. تمام. حددوا 3500 واحد للعضو و1500 للجماعات والكلام ده. ووافقنا على الكلام ده، ما عندناش اي اعتراض. جالنا الجدول بتاع الكاس. بنلعب فريق شقيق اللي هو فريق مطروح وجزيرة مطروح، والناس النهارده شرفتنا ونزلت واتدربت في البتاع في الملعب. بقالنا طبعا عايشين في دوامه بقالنا اسبوع. تذاكر من يوم ما جال قرار، طب التذاكر، طب الموافقه الامنيه ما جتش، طب التذاكر الشباب والرياضه ما يختمش، طب في ايه يا جماعه؟ حد يقول لنا في حاجه. احنا من 3 سنين كنا بنلعب في اسماعيليه، وبعدين جالنا بالليل اتصل بيا مهندس خالد عبد العزيز قال لي ان هتلعبوا في اسكندريه بكره عشان في مشكله. طيب حاضر. رحنا ايه؟ قال لك امن قومي. امن قومي خلاص، ده ما فيش فيها كلام، تعظيم سلام. النهارده ما حدش قال لنا حاجه، بقى لنا اسبوع. هل ده امن قومي نقوم نضرب تعظيم سلام؟ ولا حد يفهمنا؟ ولا انتوا بتعاملونا على ان احنا ما بنفهمش؟ ولا بتعاملونا ازاي يعني؟ طيب اللي وصل لحضرتك برضو او اللي فهمته حضرتك من اللي حصل، هل هو متعلق بالكأس فقط ولا بالمباريات المحليه كلها؟ احنا قولا واحدا ولن يتغير، ولو هنقدم استعدادنا بكره ان شاء الله باذن الله هنلعب الكاس على بورسعيد والكونفدراليه على بورسعيد والدوري على بورسعيد. تمام. لان مطالبين قدام جمهور بان احنا كل يقول لك الله نرجع للفيفا، هنرجع ايه؟ نروح نشتكي بلدنا للفيفا؟ لا طبعا. يعني احنا وصلنا لدرجه ان احنا بقينا بنتهان بسبب الكلام ده على لا ده الشعور الوطني بعيدا عن اي حاجه يعني. يعني لا، لازم يبقى في حد للكلام ده. احنا موجودين ولا مش موجودين؟ احنا عايزين نلعب هنا ولا مش عايزين؟ هل هنقول ما عدناش هنلعب على بورسعيد؟ الله، امال انت بتأمن لي 10000 واحد مش عارف هتأمن؟ ده الماتش ده كان من غير جمهور. تمام. يعني في حاجات ما هو الغريب ان بعد الجمهور العريض اللي كان موجود في المباريات الافريقيه تيجي تقول لي ان مش موافق. يا بيه السيد الوزير يطلع ويقول لك اعظم جمهور في السنه اللي فاتت والسنه دي جمهور النادي المصري. طب احنا نعمل ايه اكتر من كده؟ تمام. 10000 واحد، ما فيش واحد ولع شمروخ، ما فيش واحد طلع لفظ بذيء، ما فيش. وجمهور زي ده فين؟ فحضرتك يعني مستني دلوقتي الموافقات الامنيه للعب على استاد نادي المصري. مش عارفين احنا، بس حد يقول لنا ايه الموضوع؟ هو اتأجل ليه؟ لو في حاجه تخص الامن عندهم مشكله هنضرب تعظيم سلام. طب بعد اذنك عشان بس نوصل لحل الموضوع من هنا، من مديريه امن بورسعيد. سيد مدير الامن كلمني قال ما فيش اي مشاكل خالص عندنا. تمام. ما احنا عايزين المشكله نعرف ايه هي المشكله. يعني احنا مشكلتنا كمجلس اداره عايزين نعرف ايه المشكله. نتكلم عمرو حسين مش عارف، اتحاد الكوره مش عارف. ده المفروض تلعبوا على ملعبكم، بس ما احناش عارفين في ايه. اخر البتاع يجي لنا اخر النهارده جواب من اتحاد الكوره ان يعني طب هنقعد ونحدد لكم انتوا هتلعبوا فين. نلعبوا فين؟ لا مش هنلعب. وبصراحه يعني اللي بشوفه الجمهور بيلوم مجلس الاداره، بيقول ان هو ما بياخدش موقف تجاه ده. جمهور عندنا التزام قدام بلد قدام جمهور. هنلعب ولا مش هنلعب؟ مش هنلعب هنسيبها ونمشي متشكرين. خلاص احنا فشلنا في ان احنا نلعب على بورسعيد. الدوله خدت قرار بان خلاص ما عدناش هنلعب على بورسعيد. طب لا هنلعب. طب ايه المانع؟ ايه اللي بيحصل؟ حد يقول لنا حاجه عشان نرد على الناس فيها. بس الموضوع غريب وتخبط غريب. يمكن الله ينور عليك لما المنافس يجي ويتدرب على الارض قبلها بيوم او ليلتها يعني يجي يقول لا ما فيش مباراه غدا. يا بيه ده كانوا بيتدربوا النهارده العصر. ايوه فعلا. شفتهم النهارده العصر بيتدربوا على الملعب الفرعي النهارده، ملعب النادي الاجتماعي. ورئيس النادي كمان يعني بيقول انا هنسحب من مباراه الكاس. لا في حاجه مش فاهمينها معلش. انت تسالنا تقول لي طب الماتش تاجل ليه؟ المفروض ان انا عندي رد اقوله لك. انت مش عارف. انا مش عارف. احنا عايزين حد عارف يطلع يقول لنا يا جماعه من المسؤولين. يا ريت يعني من المنبر بتاعك ده بنقول يا جماعه حد يطلع يقول لنا اي حاجه عن تاجيل ماتش النادي المصري. اتاجل ليه؟ وللاسف استاذ سمير ان حتى لو اتاجل واتلعب في الميعاد الجديد
ده يعوق مهمه النادي المصري الكونفدراليه. انا قلت راعوا ان احنا بنمثل مصر في افريقيا، بنمثل مصر في الكونفدراليه. راعوا الكلام ده زي ما يكون حاجه ممنهجه. ما انا ما اعرفش في ايه، حد يقول لنا يا جماعه في ايه. يعني انا بتكلم على الهوا اهو، حد يقول لنا في ايه. مجلس اداره النادي المصري بيسال مين المسؤول على اللي بيحصل ده، حد يطلع يقول لنا في حاجه. احنا معاكم مش ضدكم. نتمنى يعني نتمنى من الجهات المعنيه ان هي تبدي الاسباب لعدم الموافقه، وخصوصا ان خلاص يعني المباراه محدده الميعاد سلفا، والمفترض ان انت تلعب بقى خلاص. انت متخيل ان انت عندك جمهور بيسالك الماتش اتاجل ليه وانت ما بتردش؟ انا مش عارف. مهمه صعبه. مدير الامن ما هوش عارف، نسال الساده المسؤولين ما حدش عارف. طب حد يقول لنا في ايه. الموضوع لابد كمان يبقى في تدخل كمان من نواب بورسعيد، يعني نناشدهم كمان هم على الاقل يساندوا النادي المصري في الوقت دوت، ومحك ان احنا نلعب مره ثانيه على استاد النادي المصري. لا هي هل العمليه فيها مشكله؟ ما احنا عايزين حد بس يشرح لنا في ايه. انتوا غلطتم مش هنخليكم تلعبوا السنه دي. اصل دي عمليه امنيه مالكوش فيها، اصل دي في حاجه تمس الوطن، اي حاجه. ولكن حضرتك متمسك بالقرار اللي صدر من اتحاد الكره ان احنا النادي المصري يلعب مباريات، والاتفاق اللي اتفقتوا عليه. احنا جينا بقالنا 3 سنين، النهارده بقالنا 3 سنين بنتكلم مع الاتحاد. ما صدقنا ان الناس وافقت خلاص. يبقى في تواصل مع الامن. هو لمصلحه مين ان احنا ما نلعبش؟ لا الغريب كمان ان هو زي ما حضرتك بتقول انت المصري في مهمه قوميه بيمثل مصر، فلا بد ان في الفتره دي بالذات كمان يبقى في مراعاه للمهمه دي. يعني بنقول يا رب يا رب يا رب حد من المسؤولين يرد علينا يقول لنا كذا كذا كذا، ما انتوش تتكلموا في الكلام ده تاني. خلاص احنا اشتريناكم من كاس مصر، مش هتلعبوا كاس مصر زي ما اشترونا من البطوله العربيه وزي ما اشترونا من الدوري مش عارف. فما فيش عندنا مشكله. مش هتلعبونا على كاس مصر على الاستاد، مش عايزين نلعب كاس مصر خلاص. تمام. ومجلس الاداره لا يملك شيء في الدوري على الاستاد برضه، مش عايزين نلعب الدوري خلاص، خلصنا كده. تمام. هنلعب مباريات زي زمان كده قبل الهجره، كنا بنلعب مباريات الشوارع، حاره نجم والمنطقه الاولى والمنطقه كده يعني، وخلاص يعني مش يعني برضو خليني اقول على الهوا وحضرتك معايا يعني ان احنا بننتقد كثيرا مجلس الاداره، ولكن خلينا يمكن الجمهور لغايه دلوقتي يعني بيتشرف بالموقف اللي خدتوه حيال احد رؤساء الانديه ان هو عرض مكافاه وحضرتك رفضت او المجلس رفض يعني. يا ريت احنا مش عايزين مكافآت، احنا بندور على استثمارات. احنا عمرنا ما خدنا مكافآت من اي حد في الدنيا. النادي المصري عمره ما في حد اداله هبه من يوم ما اتعمل لغايه النهارده. تمام. دي حاجه تشرفنا طبعا. يستثمر في النادي المصري مفيش عندنا اي مشكله، واحنا وجهنا له الشكر. مش احنا لا عنطزه ولا لا، ده احنا بنتكلم راجل فاضل. قلنا له متشكرين حضرتك، لو انت عايز تستثمر في النادي المصري انت تكسب والنادي المصري يكسب، مش عندنا اي مشكله. غير كده لا، شكرا. طيب احنا يعني المشاكل بتجري ورا النادي المصري للاسف، ولكن كلمه اخيره توجهها لدكتور ميمي كده في المهمه الشاقه ايضا اللي هيمر بيها الفتره القادمه. ده مدرب قدير وراجل محترم، وانا اعرفه كويس قوي 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 من زمان، وانا اتمنى ان هو يحقق رغبات مجلس اداره ورغبات شعب بورسعيد في ناشئيه واولاده. الله يخليك يا حاج سمير، وبقول لك الكلام اللي انت قلته انا حسيت بيه النهارده، وانا سمعت برضو اللي انت حضرتك طلبت برضو ان انت حتى تأمين الماتش اللي الجمهور ما يعرفوش، ان تأمين الماتش يبقى على مسؤوليتك وتبقى انت مسؤول من داخل الملعب. الكلام اللي محدش يعرفه، انما القرار ده في حد ذاته غريب، على دليل ان انت لعبت افريقيا احنا بنقول 10,000 ازيد من 15,000 والناس خرجت وكان جمهور محترم. وانا كان اول مره من حوالي 7 سنين اخش مباراه اللي هي اللي قبل اللي فاتت بتاعه الجزائر. انا شفت منظر غير عادي، يعني جمهور يخلي الحجر يتحرك. فالناس لازم تعرف ان مش بقى مجلس الاداره ما عندوش رد، وكنت مع حضرتك وانا في مصر ساعه ما اتكلمت وعملت كل حاجه، انما الناس لازم تقول الرد لان عارفين العقوبه انتهت وامنت افريقيا. فالموضوع غامض 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 غامض، على دليل زي ما بيروح برضو برج العرب والناس بتسافر بتتقابل مقابلات
مش كويسه من الانديه المنافسه، انما بورسعيد كبيره بناسها، كبيره باهلها، كبيره بمجلس الاداره. الجمهور لازم يتفهم ان الموضوع بدل فيه نواحي امنيه بيبقى خارج نطاق اي حد، فهم يقولوا بس الرد ويقولوا الموضوع ايه عشان الناس تعرف الحقيقه بس. شكرا استاذ سمير حلبيه رئيس مجلس اداره النادي المصري، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، الف شكر. شكرا يا فندم. يعني معلش كان لازم نتكلم عن المشكله دي، ويعني انتهزنا الفرصه، وحتى يعني هي مشكله كبيره يا استاذ عادل، لان الجمهور خلي بالك اللي انت شفته في مباراه، مع احترامي لاي انديه شعبيه اهلي وزمالك او الكلام ده، انا شفت جمهور غير عادي في ماتش الجزائر. ناس غير عاديين، ناس محترمين، اطفال صغيرين، حته انتماء، جمهور عظيم. خلي بالك الجمهور ده رقم واحد، مع احترامي بقى لاي حد بنشتغل والكلام ده. في انديه بتلعب الملعب بتنده الصوت بس، تقول العب بتسمع صدى الصوت بتاعك زي المسرحيه. انما انا مع احترامي اي جهاز فني حتى لو بينده على اللعيبه وبيعمل حاجه ليه دور كبير، بس الجمهور مش ممكن. جمهور بورسعيد يعني اقول لك على حاجه، كان ابني معايا انا من كتر اول ما الفرقه نزلت وحسام والكلام ده، صدقني الدموع بتجري في عينيك والله مرياء. بس فعلا. ناس جمهور غير عادي وناس محترمين، يعني هو بيقول لك مفيش شمروخ، فالناس دي بتنفس عن نفسها، ده في انتماء غير عادي. وال90 دقيقه كانوا بيلعبوا يعني بيحرقوا دمهم يا استاذ عادل، حتى المباراه الاخيره مع احترامي الفيتا كلوب النادي المصري تقيل قوي وكان في ايده يكسب، بس في حاجه من اول 10 دقائق انا ما رحتش المباراه دي، كنت في اسكندريه. الاجهاد واضح غير عادي بسبب برضو مع احترامي لاتحاد الكوره. انا بكلمك غير عمال تاجل الاهلي والزمالك وتاجل لفلان، وتيجي تلعب قبلها بكام يوم من مباراه ومريح فرقه 10 ايام، وتيجي تلعبني جاي من الطياره وتودينا برج العرب وتلعبني 3 ايام وتقوم لعبني ماتش. مش عارفين بقى هو ده ليه؟ عشان نضيع نقط في الدوري ولا عشان نضيع بطوله؟ هو مين النهارده اللي فكر في اسلام عيسى؟ حسام حسن. تمام. ومين النهارده اللي افتكر اسلام عيسى اللي هو قد كده بقى اخليه حاجه دلوقتي بعد اذنك؟ ال 10 مليون النهارده ده استثمار. اسلام عيسى لا يقل عن 50 مليون جنيه. انا اللي بقول الكلام ده. تمام. مين اللي صنعه؟ المدير الفني مع الجمهور. الناس بتقدر النهارده احمد جمعه اجهاد غير عادي. الراجل اسمه والي، الراجل لاعب بيه، الراجل النهارده لما يعمل في العاصمه يروح كذا. وانا بقول لجمهور بورسعيد احنا من لغايه دلوقتي مرتاحين مع احترامي من كل الفرق، جزيره مطروح مش عارف مين الكلام ده مين، لا احنا مركزين في الماتش لان انا عندي احساس غير عادي بقياده الجهاز الفني ان هيعملهم هناك. بس الحكام بقت فرق الافريقيه لان بقى عليهم اللود ما يقدروش يلعبوا لعبتهم. كابتن فرق ده بيظلمونا على ارضنا كابتن. ما انا عارف ظلمونا بس مش هيقدر دلوقتي. بس بقول لك على حاجه طبيعيه. بس هو الظلم ما بقاش يعني مش باين يعني بصراحه حاجات والكلام ده. هو فاولات عكسيه في نص الملعب. بعد اذنك لنا بلانت في ماتش الجزائر هنا في بورسعيد مع سبق الاصابه والترصد. تمام. هناك انت قادر يعمل ايه؟ ما قدروش يعملوا اي حاجه، اتعمل لهم جميع انواع الفاولات. النادي كان متمركز صح، الراجل كابتن حسام عمل تكتيك كويس قوي انا بقول لك عليه. بس انا بقول لك نصيحه، احنا في النهائي باذن الله، مش كلام رياء، الماتش اللي هناك باذن الله يعني على توقعي 1-1 يا رب. انا بقول لك يعني طبعا رؤيه فنيه بالنتيجه يعني وتمني من عاشق لان هناك هيفتح كذا وخطوطه خد بالك بالنسبه له، وعنده خط الدفاع يعني شويه، وعاونين زي وادي دجله عاوزين يبداوا كره من تحت. ففكره حسام حسن بيحب الحاجات دي غير الملعب. هتلقى ضغط غير عادي بفرقه النادي المصري، لان الاولاد بتوع النادي المصري دول بصراحه بيبقى عندهم حماس غير عادي. دي كلمه في حق ربنا يعني، ان الناس دي برضو عملت انجاز مع مجلس الاداره ومع الجمهور يعني، او مش يعني عملوا نتائج كويسه جدا. تالت دوري وتالت دوري وكاس سوبر، حق طبيعي. انا في سموحه لا مؤاخذه وصلت نهائي كاس، وصلت نهائي كاس مع النادي المصري لا مؤاخذه. كل ما امشي دلوقتي الناس بتتصور معايا طبعا عشان نهائي الكاس. بس لا طبعا ما هو انجاز كبير الحمد لله. لما توصل لنهائي كاس مع نادي مش مصنف امام انديه تانية ومنافسين اكبر، ما هو اكيد دوت. بس انا بطل الكاس. لا طبعا احنا شفنا. لا انا بطل الكاس. احنا شفنا المباراه وشفنا زي موضوع اللي بيحصل مع النادي المصري بالظبط. البلد لازم تتخلص من موضوع اللساني اهلي وزمالك. اي حد يزعل يرحمونا بقى شويه. هي يعني كانت في وقتها كانت بيراضوا الزمالك فندم محمد طبعا ده طرد يعني، طرد الراجل غير عادي. ده محمد فاروق يعني الحمد لله طلع معاش. انا قلت له ربنا يوفقك بقى وتكمل بقى، حاول تقعد في الحرم ال10 سنين الجايين، تقعد تكفر كده عن اي حاجه، لان باينه واضحه يعني بصراحه. مش كلام ده قدام كل الشعب المصري وانا بلعب 10 والكلام ده وبتاع. والحمد لله برضو
لا كانت مباراة عصيبة ولكن أديته بشكل رائع وجميل. 10 تنفرة وزعادل وغير حاجة. ولما اطلع مثلا خد بالك البورسعيدية مش عملية كلام بقى فشخرة، البورسعيدية رجالة تمام، خلي بالك عندهم ضمير، وانا خدت حقي على المنصة الحمد لله. تمام. خدت حقي تالت ومتلت يعني الحمد لله. تمام. لا طبعا، ولكن يعني بما انك جبتنا لحته الكاس دي، هو يعني طبعا في الوقت ده قبلها طبعا يعني تغلبت على الاسيوطي بقياده علي ماهر كابتن علي ماهر اللي المفروض هو كان جاي سموحه. هو بص، ودي بقى الميزه، ودي كانت رساله موجهه اصلا يا فندم. يا استاذ عادل انت بتتكلم على حاجه، حضرتك دلوقتي انت في القناه تمام، وجالك عرض في القناه الاولى وتستاهل يعني، مع احترامي بقول لك على الهوا، خلاص هتشتغل لاخر وقت ولا هتمشي ولا هتوقع القناه؟ لا اشتغل طبعا. الله ينور. ده بقى اللي حصل معايا. انا علي ماهر اتفق معاه قبلها ب6 اسابيع، اشتغلت لاخر وقت. 6 اسابيع دول اتعادلت مع الاهلي وكسبت وادي دجله وكسبت الاسيوطي وكسبت المقاولين 3-0، مع انك عارف ان اي نتيجه هتعملها ماشي يعني سايب الفريق الاول، لان الراجل خلاص حصل اتفاق. هل ذنب علي ماهر؟ لا مش ذنب علي ماهر. هل ذنب مجلس الاداره؟ له رؤيه زي مجلس الاداره دلوقتي جابني الراجل الكابتن علي السعيد، راجل محترم واخويا، ده ابني ومرنت المجموعه دي والراجل ادى ما عليه. انا النهارده الناس جات، انا ما جيتش النهارده او الكابتن علي السعيد يمشي، لا ده علي السعيد اخ ومحترم. انت بتكمل المسيره زي ما انت قلت، كل واحد ليه فكر. الفكر انا بحطه، فكر انا بقى زي ما الحاج سمير ما حدش هيزعل من حد. ما كابتن علي السعيد جاي على حساب اخر واللي قبله جاي على حساب اخر، والكابتن علي ماهر اجى بالنسبه لي على حساب اخر. اقسن تعاون بيني وبين علي ماهر في الفتره الاخيره قبل ما امشي. يعني علي ماهر لما يقف قدام اللعيبه ويقول لهم الكابتن ميمي عبد الرازق ده كابتني وراجل اسم كبير وراجل محترم وانا كلنا لازم نتعلم منه، وعمل الكلام ده، لا مؤاخذه انا احطه فوق دماغي مهما كان، لان خلاص مش باصص لموضوع بالنسبه لي فريق اول. لا انا بشتغل يجي لي حاجه بره فريق اول انما انا دلوقتي جاي في بس من هنا حسيت ان هو خلاص ايامك بقت قليله مع سموحه القادمه يعني لا بالعكس. انا قبل ما امشي طلعت اعتذرت للباشمهندس فرج وبعد ما اعتذرت له الراجل قال لي وجودك من وجودي، انت مش هتمشي طول ما انا موجود، بس في بعض الضغوط الخارجيه وبعض الضغوط الاسريه، لان اتطربت برضو النهارده موضوع الطريق لما بتقعد هناك وبتيجي والكلام ده. برضو الواحد قال لك ايه يعني، ظروفي اضطريت سايب عيالي 9 سنين، باجي يوم واحد في الاسبوع او في الشهر او في الاسبوعين، فاضطريت الموضوع ده. بناء عليه النادي المصري الحاج سمير معرض الراجل كلمني، انا قعدت افكر ليس اي حاجه معينه، قلت لا انا عاوز اجي بقى اخدم ولاد بلدي وانقل فكري وانقل شغلي. وخلي بالك يا استاذ عادل مهما كان الناس كلها ناجحه وبنكمل مسيره، بس انا شفت حاجات منظومه محتاجه شغل غير عادي. انا هعمل العداله في مثل عندي بقول لك اللي يصعب عليا يفقرني، فاللي بيشتغل فوق دماغي من فوق، اللي عاوز يتعلم هعلمه. انا مش جاي ما اعرفش حد، بقى 9 سنين مغترب، مش جاي تصفيه حسابات. انا جاي النهارده اولادنا مش هيقعد الا اللعيب الكويس، ولازم اركز على اللعيب برضو مع احترامي ابن بلدي الموهوب، وفي نفس الوقت لا اقلل من اللعيبه المغتربين. مصر كلها مغتربين بس ايه بعدد معين، مش هقعد لعيب تعبان او اجامله. الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش كوسه الكوره. طيب خلينا نتوقف عند الحته دي وخلينا نتكلم عن علاقتك بباشمهندس فرج عامر، وتصريح معانا تصريح لباشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن كابتن ميمي عبد الرازق، ونشوف بيقول عن الكابتن ميمي. اخونا العزيز واشتغل معانا في النادي هنا 10 سنين واكتر، وطبعا هو رئيس قطاع الناشئين وقبل كده مسك المدير الفني لعده مرات، وهو عايز يعمل تجربه ثانيه وعايز يعني يمرن فريق اخر وياخد تجربه اخرى، فطبعا ده حقه الطبيعي واحنا بنتمنى له كل توفيق وكل نجاح، وهو قادر على النجاح ده. احنا لسه ما جبناش حد في هذا القطاع، لان القطاع ده بيمثل بالنسبه لنا اهميه كبيره قوي، لان احنا عايزين نعمل فريق امل وعايزين ان احنا نعمل نتائج طيبه قوي في القطاع تتناسب مع امكانيات سموحه، لان احنا مش هدفنا ان احنا نشتري لاعبين، هدفنا ان احنا نحول لاعبين من الناشئين انهم يلعبوا في الفريق الاول. فالدكتور ميمي من حقه ان هو يكون مدير فني لفريق كبير في الدوري الممتاز، وده طموح مشروع محدش يقدر
كفء وقادر على ذلك، لكن احنا محتاجين عمليه تخطيط للناشئين. يعني هنجيب حد يعني لسه يعني بخبره. سمعنا تصريح باشمهندس فرج عامر عن كابتن ميمي عبد الرازق، قيمه بنعتز بيها ونفتخر بيها كبورسعيديه. طبعا اي نجاح لينا كابناء بورسعيد، وايضا كعاشقين للنادي المصري، لانه ياما خدمه وفي الاخر رجع لبيته تاني مره تانيه النادي المصري. ويعني طبعا زي ما كنا بنقول لحضرتك، يعني طبعا اشتغلت باخلاص مع سموحه، فاكيد احنا مطمنين انك في بيتك هتشتغل باخلاص، وانك جاي عشان تخلي منظومه ناجحه لقطاع الناشئين. والله يا استاذ عادل انت قلت الكلام ده. انا النهارده بدات، انا من الساعه 11 في الملعب للساعه 8. في حاجه كمان، مجلس الاداره وفر حاجات كتير معايا، شخصيه محترمه زائد مجلس الاداره كله. الحاج احمد الشامله ماشي، شاب محترم، شاب مجتهد، النهارده بياخد حقه. الحاج احمد لانه عضو منتخب، الراجل النهارده وعدني بيوفر كل حاجه. انا لما جيت لقيت النهارده مثلا، خد بالك، كور اول يوم النهارده جاب لي 200 كوره، جاب لي 200 كوره طبعا في اقل من 6 ساعات. دي يشكر عليها، تمام. ده مش ليا، مش لميم عبد الرازق، دول للنادي المصري. ال 200 كوره مش هينزلوا في تخطيط، في نظام، في شغل، في كل فرقه لها تتمرن في ملعب مهما كان، مع احترامي، في موضوعات الجيم، في كذا. الهدف ايه؟ الفريق الاول عاوز مني ايه؟ عاوز مني بكرايت، هدور على البكرايت من اول 2001، من اول 99 ينتهي عقد البكرايت اللي عندي سنه 2020، اكون 2020 يكون عندك البكرايت. ده الهدف بتاع القطاع، يكون طالع تمام، طالع بيشتغل مع منظومه الفريق الاول. الفريق الاول غاوي حته عنده الحته البدني وحته الحماس واسلوب حسام حسن اللي هو اللاعب طالع عنده كذا. الاسلوب ده يتطبق في قطاع الناشئين، يتطبق من خلالنا ان انا اعمل هذا النظام، يطلع الولد عنده مرتاح بالنسبه لنا. زائد موضوع النتائج، لان مع احترامي ما تجيش تقول لي النهارده مدرب تسال تقول لك ايه اصل النتائج وحشه. فاي مدرب عندي مش هيعمل نتائج في خلال 3 مباريات متصله، من حقي، ده حق طبيعي، لان انا بساعدك كل الصلاحيات، جبت لك ادواتك، جبت لك كور، بوقف معاك. الناس مش فاهمه مدير فني القطاع مش يقعد على كرسي زي ما انا بقول لك، لا، ده انت اسمك مدير فني وكل القطاع معاك مدربين، ليك استراتيجيه بتحطها، ده انت بتحط البرنامج وبيجي والكلام ده. واحنا مخرجين بنخرج التمرين. يبتكر اللعيبه محتاجه ايه؟ الاسماعيلي زمان كل لك ايه؟ الصمبه البرازيليه، انت تتفرج عليها، خدت بالك انت من ايام شحته اللي بيلعب الكرة والكلام ده. لازم يكون لنا سيستم بالظبط، في اسلوب للنادي، غير الاسلوب للنادي طالع فوق. نفس الاسلوب، اللياقه البدنيه بيتمتع بها الفريق الاول، والناس تقول لك ايه ده فرقه النادي المصري بتجري جري الوحوش. خلاص ده من التمارين، يبقى احنا لازم عندنا الواد اللي يطلع. يعني انا شفت لعيب النهارده لفت نظري من اول يوم، انا هذكره اسمه صاصو، شعر كده والكلام ده وبتاع، اول مره اشوفه. ده مواليد كام؟ مواليد 99. ده قريب ستايله، اقول له 2000 لان لسه بتعرف. صدقني محمد صلاح انما عنده ضعف. هجيبه النهارده، تعالى يا ابني الفايل بتاعك اهو، انت كذا 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 كذا، عندك كاس الاسبوع الجاي كذا، عندك تمرين انديفيدوال كذا، لازم تتمرن، لازم في خلال السنه 99 يا تروح يا تطلع للفريق الاول. راجع بقى للفريق الاول اللعب، راجع للمدير الفني بتاع الفريق الاول، هو اللي لما انا بجهز له اللاعب اقول له ده مش فرض، ده كويس، خدوا لاعبه. دي حاجه بتاعه الراجل، وبيظهر بالنسبه لنا قطاع الناشئين. زي ما انا عندي 6 لعيبه في سموحه، ابراهيم عبد القوي وفلان بتاعه في الفريق الاول. دي المنظومه. انما احنا جايين نشتغل من تحت لفوق. الاساس ايه؟ الفريق الاول اللي انت بتفرغ له وطلع لعيب. طب عشان نشوف النتائج، عشان نشوف النتائج في سموحه، واكيد هي اللي هتوصلنا للنتائج في النادي المصري. حضرتك الاستراتيجيه دي عملت بيها في سموحه في خلال ال9 سنين، ووصلتك لنتائج ايه؟ يعني انا اقول لك على حاجه، انا مره على سموحه في ال9 سنوات ازيد من حوالي يقول 18 مدرب. صدقني مدير فني الوحيد انا رحت 2010 كان الكابتن محسن صالح. خلاص جابوا لعيبه من بره في اول سنه. سموحه قعدت بقرار. مسكت 2011 بعد مباراه المصري هنا اللي هي بتاعه التعادل، تمام.
بعد كده جابوا شوقي غريب، وبعدين جابوا حلمي طولان، وبعدين جابوا حمزه الجمل، وبعدين جابوا كذا. كل مره امسك الحمد لله وانت جاي على الفرقه في اسلوب او اخراج معين، لان انا اعتبر من اقدم مدربين في مصر. من سنه كام؟ من سنه 83 بشتغل درجه اولى ودوري ممتاز، مساعد ومدير فني. طلعت مين؟ كان الناشئين اللي بيصعدهم المديرين الفنيين، ولا لما حضرتك كنت بتمسك الفريق لا الاول بقى ماسك يعني حمودي طالع من عندي اللي اتباع لي بازل. طبعا يعني كان عندي في مواليد 89 هشام فتح الله، اللي هو كان لاعب ده كمان لاعب كويس قوي، بس لاعب بقى بليد يعني بارد. فبرضه الحته اللي عنده حسام النحرره، مش بذكر الكلام ده، لاعب لازم يبقى عنده زي البورسعيديه، عنده حته الحميه والكلام ده اللي الجمهور بيبثها فيهم. تمام. طلعت ابراهيم عبد القوي هاف ديفندر. طارق حامد كان جاي من طلائع الجيش كان ب 150,000 جنيه فوق البيعه. طارق بقى عنده ميزه، كان يوم يتمرن الصبح والكلام ده وبتاع وهو صغير. عندك لاعب مشى من عندك اسمه مين؟ اسلام صالح، مواليد 95. لاعب هنا في مصر ولاعب حلو. وبص هي بقى الناس مش فاهمه، يقول لك الظروف هنا والظروف هنا. جيت هناك انا بصيت له كده، فكرت، شفت حاجه، الماتشات اللي خلي بالك اللي بيجيب وخلي بالك لاعب الدوري الممتاز اسهل من الناشئين واسهل من الدرجه الاولى. ده حاجه تفرح، جيب مفتوح وتعرف تلعب كوره. طيب خلينا نشوف بقى الشخصيات الرياضيه في بورسعيد ورموز بورسعيد بيتكلموا بيقولوا يعني عن دكتور ميمي عبد الرازق وعن توليه لقطاع الناشئين، وايضا نشوف بعض الصور والفيديوهات لدكتور ميمي وهو في الملعب، ونشوف شخصيه المدير الفني لقطاع الناشئين مع دكتور ميمي. انا في حاجه، انا زي ما حماده النادي، انا مش جاي حد بالي بس كواجهه. انا 14 ساعه اشوف. انا عارف اللي عاوز يتعلم زي ما قلت المدحت يتعلم، عاوز تاخد الخبرات في عيل صغير ممكن يكون عنده حاجات كتيره. يا دكتور انت دخلت مليل سموحه، هو كان عمره احنا بالمليل انت زي ما محمد عامل، انت محتاج الايه؟ المتابعه، والناس تشتغل بما يرضي الله والعداله. استنى اخدمك فيما املك، يعني ازاي تليفوني انت عاوزه مني ده بتاعي، عربيتي تقول له النبي عندي زفه واخدها الفرح، انما تجيب حد ياخد حق حد لا. طالب عندي بتاع تربيه عملي اللي انا بدرس له، عاوز اتعلم، اعمل لي انتقاء يا حبيبي من ضمن مشروع التخرج بتاعك. انتقي لي احسن لاعيبه موجوده في المدرسه، هاتهم لي، انا هروح اخده من غير ما ابويا يحس. انت في حاجه يبقى فرحان، يبقى انا خدت ولادك بالك. دكتور ميمي قامه كبيره علميه ورياضيه كبيره جدا، عمل طفره كبيره جدا. كان في النادي المصري قبل كده، وفي نادي سموحه بسم الله ما شاء الله. دلوقتي نادي سموحه بيبيع لعيبه بملايين، بيطلع في قطاع الناشئين كميه كبيره. اي هزه بتحصل في الفريق الاول بيحتاجوه فيها بسم الله ما شاء الله، يعني بيأدي بكفاءه، بيشرف بورسعيد. وجوده ان شاء الله يعمل طفره كبيره للنادي المصري، ونشوف لعيبه كتير جدا من الناشئين في الفريق الاول اللي احنا مفتقدينه بقالنا سنين. نتمنى كده ان شاء الله ان الدكتور ميمي يبدا يطور في قطاع الناشئين، يبدا يقوي القطاع. في ناس كتيره بره القطاع، اقامات كبيره تخش جوه قطاع الناشئين، يستعين بالمدربين بورسعيد، الكبار اللي موجودين في المجال، اللي بعدوا عن النادي المصري. الناس تشتغل على اسس علميه بقى، ما يبقاش المدرب بيشتغل كده بدون تخطيط. الدكتور ميمي طبعا راجل علمي، هيحط برامج للناس ديت تشتغل عليها ويتابعهم. بيتمنى من ربنا يعني ان الطفره دي ان شاء الله تدي ثمرها كلها للقطاع الفريق الاول. انا شايف طبعا، انا بقول لبورسعيديه الف مبروك. طبعا كابتن ميمي عبد الرازق ده هديه كبيره جدا جت لقطاع الناشئين بالنادي المصري. كابتن ميمي عبد الرازق طبعا زميل كليه التربيه الرياضيه الهرم، وكنا زمايل مع بعض. طول عمره خبره، طول عمره عنده طموح. وانا بقول ان كابتن ميمي عبد الرازق الطفره اللي عملها في نادي سموحه طبعا دي على اعلى مستوى في نادي سموحه، طلع لعيبه للفريق الاول على اعلى مستوى. فانا بتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان جميع مجلس الاداره، وانا بشكر الاستاذ سمير حلبيه على هذا الموقف اللي عمله، اللي هو طبعا جاب شخصيه زي كابتن ميمي عبد الرازق، شخصيه قويه. ومش عيب جدا ان انا ابدا بقى اجيب الكوادر بتاعت بورسعيد، المدربين المعروفين، ان هو يشتغل تحت ايد هذا الرجل المحترم المدرب الفكري اللي هو طبعا هيقدر يطلع كل حاجه كويسه بالنسبه للنادي المصري. اللعيبه المصابه ما كانش في جيم، لا المجلس وفر لنا ان احنا زينا زي الفريق الاول. اللعيب بيمر بمراحل التاهيل
من خلال بيبقوا فايلين على كل حاجه، سواء مراحل علاجيه، مراحل تاهيل في الميه والبسين، مراحل في الجيم، يعني موفر لنا كل حاجه. الادويه في مكان بنجيب منه جميع الادويه وجميع المتطلبات. هو ناقص حاجه بسيطه بس، وان شاء الله املنا كبير في الدكتور ميمي ان احنا نجيب الاجهزه العلاجيه. صفحة جديدة لقطاع الناشئين، نتمنى كل توفيق طبعا للفكر الأكاديمي التربوي في تنفيذ هذه المنظومة الجديدة. هو من ناحية يعني نعرف عنه ان هو دارس ومثقف جدا على الجانب اللي هو الأكاديمي. هو يستطيع ان شاء الله ان هو بفكره وبالتعليم اللي وصل ليه ان هو يقدر يخلي قطاع الناشئين قطاع متميز. حسام حسن بما يرضي الله عمل انجاز، هيقول لك بقى بميز انا بورسعيدي بقى ولسه غيب. حسام حسن عمل انجاز ما حدش قدر يعمله، حصل. وهيقول لك بقى ما لا حسام حسن انا لعبت قصاده واحنا مدربين، راجل محترم، الوحيد اللي هو قدامي كان بيحترمنا على الخط. هو عمل انجاز للنادي المصري، صدقني لغايه مهما كان هيكتب باسمه انا جاي في ظهره اللي انا اساعده. وهو من نوع عنده ميزه، من النوع اللي جريء قوي على مستوى مصر، بيلاعب عيال صغيره. خلي بالك المدرب الوحيد اللي في مصر. لا صح. يعني السنه اللي فاتت لعبت 3 عيال صغيرين. هو عنده الاستعداد، فانا جاي اساعده ان شاء الله. وخلي بالك له كل الاحترام طبعا وكل الموده. ده حسام حسن بالجهاز بتاعه. انا قلت في الاجتماع النهارده يا ريت تطبقوا بطباعه، يبقى السيستم ماشي واحد. هنقعد وكان ماليش غرض في اي حاجه بس. طبعا بشكر الزملاء واستاذ حسام مسعد واستاذ اسامه اسماعيل على التقرير الوافي ده، واخره طبعا كلمه رائعه طبعا لدكتور ميمي عبد الرازق. يعني هو ملوش غرض في حاجه، هو جاي يساعد كابتن حسام حسن كممثل طبعا الفريق الاول للنادي المصري اللي بيعشقه دكتور ميمي عبد الرازق. اكيد طبعا هتعلق على كلمتك دي، ولكن حب الناس وطبعا يعني معرفه الناس بيك اكيد هو السر ورا كلامهم عنك بالشكل ده. انا اولا ما عنديش صفحه وما عنديش فيسبوك. ريحت دماغك والله. وابني طبعا دكتور في الجامعه، يعني ابني الوحيد ومعايا رحمه، فبيقعد يحكي لي يقول لي انت مش متابع مش متابع بس بيحكي لي الحق. في حاجه غير عاديه، ما دخلت بورسعيد انا حتى الناس بتقابلني وانا ماشي ما بنزلش انا كتير، ونظامي كده بقول له الساعه دي اول مره تسريح هشتغل 12 13 ساعه من الساعه 12 صباحا عشان اثناء المدارس لغايه الساعه 9 بالليل واقف على رجلي موجود في القطاع في القطاع. ده انت بترعب المدربين. لا ده حقيقي، لا مع احترامي وعمري ما اغلط في حد، لا احترامه ولا كل حاجه. في اوضه في اخطاء تعالى جوه نتعلم، في محاضرات في كذا، في العلم اللي انا هاخده مش هبخل عليك، هقول لك كل حاجه كلام، واخد بعضي اروح بيتي يا دوب اقعد مع عيالي وانزل مع عيالي. بالنسبه لي انا وهم بس فقط، غير ولا بقالي زاد من 20 سنه ولا شفت قهوه ولا ليا كلام ولا ليا الكلام ده. فانا عاوز الكلمه كمان اللي انت بتقول عليها بالنسبه الاخيره، انا جاي عاوز ولاد، يعني في فكر في دماغي. انا استاذ في الجامعه، الله فين موضوع زمان وزعادل بتاع المدارس؟ في عيال موهوبين، الدوري اللي بيتعمل الداخلي. فانا عندي طلبه عندي من كليه التربيه الرياضيه بيطلعوا تربيه عملي في المدارس، شعب التدريس، بيتعمل دورات ونشاط رياضي وبيتعمل ماتشات كوره. العين المجرده كانهم هم كشافين النادي. ده من ضمن شغله، مش عشان حاجه. انت مش بورسعيدي وتربيه رياضيه وعاوز تخدم ناديك، نقي انتقي، قول لي ده كويس وهاتهولي يقعد عندي اختبره. اي حد له رغبه في لعب الكوره اهلا وسهلا يجي، بس في حاجه مش هتاخد حق واحد كويس. هفتح لك الباب، هشوفك 3 ايام 4 ايام كويس قوي تتأيد احسن من اللي موجود، وحش قوي. يعني اي حد كان حاسس ان ابنه اتظلم في قطاع الناشئين يجي يوم عندي انا شخصيا اللي هنزل اشوفه، مفيش حد تاني. انزل اشوفه واعمل له اختبار واعمل له كوره. هيقول لك من يوم واحد مع احترامي. انا دخلت النهارده الولد اللعيب ده اللي اسمه ساسو ده، او انا بس ذكرته في لعيبه كمان 99 بس ده يعني لا ده في لعيبه كمان في حوالي 5 6 7 6 مميزين باجسام والكلام ده وبتاع. ففكر الكوره ده لفت نظري، زائد عيل تاني برضه في نص الملعب لفت نظري من اول لمسه. واحد تاني لمس برضه، دخلت قلت لهم مين ده؟
ده مش عارف يمشي، مؤاخذة يعني مش عارف يمشي، سكتهم من غير رد، 1 2 3. فده على عيني وراسي. انت عاوز تشتغل عشان تحافظ على قوامك، ما تخرجش في الشارع لسجارة، ما تخش لحدش ياخدك لمكان سيء، ما حدش ياخدك لأي حاجة تانية. على عيني وراسي. عاوز كده بدل ما تروح انت الكلام ده، اعمل لك قطاع موازي. بدل ما انت بتروح تدفع في حته معينه، لا مش عمليه استثمار زي الحاج سمير اتكلم عليها، هعمل لك قطاع موازي، هطلع لك ولد مواطن صالح جسمانيا بدنيا، كوره على قده في مستويات، اللي هو شباب بيمارس الرياضه. في فرق بين الممارسه والاحتراف. عندي 4 فرق جمهوريه يعتبروا من اللاعيبه الخلاصه المحترفين، اللي هم بيسكوا مباريات وبتسافر والكلام ده. يعني عاوز اقول لك على حاجه، قطاع سموحه في السنه 6 مليون جنيه. وحياة ولادي رقم كبير. وحياة ولادي رقم ما بتوصلوش فريق مفيش فريق درجه اولى. حضرتك لما يكون عندي اللاعب في 97 بيقبض مرتب، بعد اذنك مش والله ما افتخار، انا اللي عملت الكلام ده، ما كانش في حاجه من دي. بيقبض مرتب 600 جنيه بدل تدريب، 300 جنيه تغذيه، 600 جنيه بدل سكن، 200 جنيه بدل انتقال. بالنسبه له رايحه، عنده الدافع، اتغلب بخصم منه، بياخد مكافأة، ده بيشتغل، بياخد مكافأة الماتش 500 جنيه. ما بالنسبه لشاب صغير كده ده بالنسبه له احتراف. لا هيفين على سموحه ليه؟ انا عملت اختبارات جالي 10000 واحد، خدت 4 وحياة ولادي 4 خدت 4 لان المواهب قلت، فبتجيب من انديه. ولو كنت لقيت اكتر من 4 كنت هتاخدهم يعني. تاخد طبعا، بس انت بتنتقي، انا بحكي لك، وبتعمل اختبار او الكلام ده وبتاع، والناس عندها طموح. بس في نقطه، بتاخد الخلاصه الموهوب. فانت النهارده بتدور زي اللاعب ده في النادي، هتقدر تعمل لائحه زي دي في النادي المصري؟ مش هتبقى زيها. ما انت جزء زي مرضى في استطاع، فانت نادي داخل بتعمل منظومه. يعني اول بطلعه النهارده الحاج احمد قال هات كور، الراجل اتفق على 800 طقم ملابس، تيشيرتين، التمرين زي موحد كان موجود. انما الراجل عمل الكلام ده، خد بالك اللي قاله قال لك الادوات، هات الكلام ده. عند ملعب الهدف، وعند ملعب الغزل، يعتبر ملعب النادي المصري عشان نتكلم، وعند الملعب الاجتماعي، وعند ملعب الحاج سيد متولي، تمام؟ وماله ده لو اشتغل في حته كده. وعند البراعم، عند 4 ملاعب في ملعب الكلام البدني، يشتغل في الملعب الصغير، تعليم المهارات في الملعب الصغير، واجيبه عندي خد بالك تقسيمه في الملعب الكبير، تمام؟ واجيب مثلا اساس كل حاجه يا استاذ عادل، التخطيط والمتابعه، وبعدين التقويم. فانا واقف في الملعب ال 12 ساعه، الشمس طالعه مش طالعه، انا واقف كده في قلب الملعب، ده حقي لان انا مدير فن القطاع. انما ما تعديش حد على مدرب، لو سمحت يا كابتن كذا. ومعايا راجل محترم بدأ معايا من يومين، لازم اشكره، الكابتن سيف داوود، اللاعب الكبير، القدوه. صدقني بقي سنه انا هعمل قرار بعد 15 يوم، دي رساله بوجهها لكل المدربين. عند عدد كبير، القطاع كان في حوالي عدد قطاع مدربين هيحتوي على حضرتك 7 فرق، 6 فرق براعم، اداريين، علاج طبيعي، الكلام ده. القطاع هيحتوي على 38 مدرب. اللي موجود دلوقتي كام؟ عدد كبير، اكبر من كده. يعني كل واحد في الفتره الاخيره دي يثبت بقى مهاراته وقدراته. مش ضد حد. انا بقيس تقييم، مظهر، القائك مع اللاعيبه، سلوكياتك. ممنوع واحد يكتب عن نادي شغال في النادي، دي حاجه بقى بتاعتي. ما تكتبش عملك عن النادي. عاوز تيجي تنتقدني، تعال انتقدني جوه. هتكتب عن النادي على الفيسبوك والسوشيال ميديا، مع احترامي انا اسف، انا بعتبر دي الناس بتتكلم وتقول وتعبر والكلام ده، انما انا يعني بعتبر انت خليك في حالك وكده. عبر بقى حضرتك كنت على الفيسبوك مثلا تتصل بالمدام تعمل لك اكله سمك كويسه، خدت بالك، تقول لها انا جاي الساعه 6، انما تقول بقى التمرين كذا، الشغل وميمة عبد الرازق عمل كذا، او تقول كذا ونبهت حاجه. اللي هيجي يقول لي على واحد قال لي حاجه ويقرب، هعمل له اقاله. محدش يجي يقول لي حاجه. يعني نتمنى طبعا المرحله القادمه باذن الله التطوير بشكل كبير جدا لقطاع الناشئين. يعني طبعا اللقاء دكتور ميمي عبد الرازق محتاج لقاءات ولقاءات، وخصوصا انه عنده فكر كبير، واكيد هنمشي معاه خطوه بخطوه، ان كان بقى هاتفيا وان كان بعض الاوقات يعني نسرقه كده من الملعب ويجي يقعد معانا.
ولكن للاسف في الوقت الحالي يعني جالي خبر محزن لكل البورسعيديه طبعا. الحاج عبد الوهاب قوطه وفاته المنيه النهارده رحمه الله عليه، وغدا ستشاع الجنازه من مسجد قوطه بشارع السواحل ببورسعيد رحمه الله عليه. طبعا الكل هيترحم عليه، واكيد هنشوف جنازه كبيره تليق بالحاج عبد الوهاب قوطه للافضال اللي بشكل كبير جدا، ان كان للنادي المصري او ان كان طبعا لبورسعيد كنائب محترم في وقت صعب جدا. ولكن طبعا كلنا نتذكر البطوله الرسميه الوحيده للنادي المصري. يعني طبعا رحمه الله عليه، خبر محزن لكل البورسعيديه، وخصوصا يعني في الفتره الاخيره يعني كان مقل طبعا في الظهور اعلاميا وفي الكلام وبعض المشاكل والتعثر بالنسبه له طبعا، لكن هو قيمه كبيره ورمز كبير لبورسعيد. خلونا نشوف يعني لقطه كده صوت وصوره للحاج عبد الوهاب قوطه. الجمهوري عبد الوهاب قوطه طبعا رئيس النادي المصري، ومليون مبروك، ولاول مره بتحقق بطوله في بدايه مشوار كان صعب، لكن الحمد لله اتحقق وبقى سهل النهارده. وبرضه بقولها زي ما قلتها قبل كده، ده نتيجه جهد وعرق، نتيجه اخلاص في مجلس اداره، نتيجه اخلاص في جهاز فني، نتيجه اخلاص من اللاعبين، نتيجه توظيف جيد للعناصر اللي موجوده عندنا. انا بقول بمنتهى الوضوح، بالاخلاص والعزيمه والقوه والاصرار تقدر توصل للي انت عايزه. انا قبل كده قلت لكم في القناه الرابعه نفس الكلام ده، بالاخلاص تنفد من الحديد، بالاخلاص. والحمد لله ربنا اكرمنا، والنهارده بنقول دي بدايه للطريق من اول وجديد للنادي المصري، لان النادي المصري بجماهيره الحلوه، جماهيره اللي بتزحف وراه، يستحق بطولات وبطولات. دي اول بطوله ودي فتحه الخير. وزي ما انا قلت للقناه الرابعه قبل كده، انتوا وش الخير امبارح، النهارده بقول لهم برضو ان شاء الله مع القناه الرابعه ومع النادي المصري. الله يرحمك حاج عبد الوهاب، طبعا وانت كنت وش الخير لبورسعيد والبورسعيديه وللنادي المصري. الف رحمه عليك. يعني كلمه اخيره. الله يرحمك يا حاج عبد. الراجل ده فعلا راجل محترم، وكان محب للنادي، وكان نائب، تحس ان هو كده مالي مركزه. الله يرحمه ويحسن اليه. وهو اول واحد جابني بعد كروجر، جابني في النادي المصري سنه 98. جابني في قال لي انا عاوزك تيجي تشتغل مع كروجر. كروجر مشى، وبعدين جاب الكابتن محسن صالح، اشتغلت معاه، خدنا البطوله العربيه في بورسعيد. وبعدين حصلت المباراه الشهيره بتاعه الدور الاربعه في افريقيا بتاعه الافريقي التونسي، وقام اصدر قرار بطلوع مدير فني في البطوله العربيه في الكويت بالنسبه لنا. وكان سيف داوود برضو اللي جاب الجون في القادسيه، وكان موفق الباشا والحسن محمد. وصلنا دور الاربعه وطلعنا بالنسبه لنا من الاهلي القطري. كان الجون عبد العظيم، عصام عبد العظيم، فكان معايا في الفندق في الكويت هناك، وكان بيدعمني كل الدعم. والراجل ده برضو من ضمن الناس اللي لها فضل عليا من التاريخ. الله يرحمك يا حاج عبد الوهاب، ويجعل مسوك الجنه ويصبر اهلك ويصبر اهل بورسعيد كلها. امين يا رب. طبعا يعني انا يؤسفني ان احنا ننهي بالخبر ده، ولكن لسه وصلنا، ويعني اكيد طبعا مؤسف ومحزن لكل عشاق النادي المصري والبورسعيديه طبعا، لما له من افضال كبيره رحمه الله عليه. طبعا في نهايه الحلقه بشكر دكتور ميمي عبد الرازق، نورتني وشرفتني، واتمنى يعني مسيره ناجحه مع النادي المصري مع قطاع الناشئين بفكر واستراتيجيه كبيره ان شاء الله تحقق على يدي. الله يخليك. وليا كلمه عندي، مكتبي في النادي المصري بحدد يوم مفتوح لجميع أولياء الأمور لتحديد مستوى أولادهم من الناحية الفنية والبدنية وكل حاجة، والناحية التغذية. بالنسبة لي دي رسالة بوجهها لأهل بلدي، وكل في لقاء معاهم هيبقى كل حوالي 15 يوم لمناقشة كل الأمور وتوضيح الأمور. ابنك يلعب إيه، توديه لعبة تانية، توديه كذا، توديه كذا، ابنك كويس جدا اهتم بيه. دي رسالة بوجهها للناس وللمدربين في لقاءات مع بعض. وانا مش جاي بالنسبة لي معرفش اي حد، انا جاي بشتغل اللي هيفيد النادي المصري فوق دماغي من فوق. ليس لي اي مصلحة مع اي احد بالنسبة لي، لان يعني زي ما انت بتقول عمري ما هتعلم حد يعلم عليك او يقول لك اي حاجة، لان اشتغل بما يرضي الله صح، ربنا هيكرم باذن الله. وبتمنى للكابتن حسام الوصول للدور النهائي باذن الله ويفرح بورسعيد، واتمنى ربنا يهدي علينا
برضو الناس ان تلعب ترجع النادي المصري يرجع يلعب في ملعبه تاني. امين يا رب. بنتمنى طبعا كل التوفيق لدكتور ميمي عبد الرازق، ونتمنى التوفيق ايضا للنادي المصري في المهمه الافريقيه اللي بدات تبقى صعبه، ولكن باذن الله على الرجاله مفيش صعب مفيش مستحيل، وخلاص هانت خطوه. ومع ذلك نقول لكل الجماهير طبعا هنشجع من قلوبنا، ولكن يعني الفريق الجهاز الفني مجلس الاداره عملوا اللي عليهم في الوقت دوت، واكيد يعني نتمنى كلنا فوز النادي المصري، ولكن يعني طبعا الكوره مكسب وخساره، ولكن كلنا نتمنى وكلنا عندنا امل، وخصوصا بعد ما يعني احنا عارفين طبعا شمال افريقيا والكوره عامله ازاي، وان احنا نكسب في الجزائر اكيد ايضا عندنا الفرصه دي كبيره جدا، مش نكسب بس، احنا ممكن يعني لو تعدلنا ايجابيا نوصل باذن الله ان شاء الله فرصه قائمه وفرص كبيره للنادي المصري باذن الله نتمنى، ولكن نتمنى ايضا يكون التحكيم عادل، يعني يكون عادل فقط ومش محابي للنادي المصري، واكيد هنوصل باذن الله. شكرا لدكتور ميمي عبد الرازق، شكرا لجماهير النادي المصري، ومره اخرى بقول يعني الف رحمه ونور على الحاج عبد الوهاب قوطه رحمه الله عليه. الحلقه الجايه ان شاء الله نشوفكم في المصراويه. قناة القنال، قناة مصر الرابعة.